انا نازل رايح الشغل، عايز لما ارجع عليك لسه بتذاكر، ما تطلعش خايب زي ابوك. زيك؟ نفسي اكون زيك يا بابا. زي اللي هو ازاي يعني؟ ده انا عشان ما اتعلمتش زمان متمرمط في شغلي وطالع عين اهلي. عايز تبقى زيي؟ يا بابا مش كان قصدي كده، قصدي انت معلم في شغلك مفيش حد يضحك عليك. ما تقلقش، هتبقى زيي واحسن مني كمان. بس لازم تتعلم 3 حاجات في الدنيا. اول حاجه ان مش كل اليهود من اسرائيل. تاني حاجه ان مش كل المرضى في المستشفيات. تالت حاجه ان مش كل الحيوانات في الغابه. فهمت حاجه؟ مش فاهم قصدك يا بابا، مش كل اليهود من اسرائيل كانوا فين؟ اليهود موجودين في الشغل وفي الشارع وكمان وسط قرايبك وحبايبك. فين؟ فهمت. مش كل المرضى في المستشفى هيكونوا فين؟ في الشغل، الشارع، وكمان وسط قرايبك وحبايبك. فهمت. غريبة يعني، سألتنيش. الحيوانات مش في الغابة بس، أنا هكون فين؟ معروف يا بابا، في الشغل، في الشارع، وكمان وسط اهلك وحبايبك. مش بقولك هتبقى زيي وأحسن مني كمان؟ جدع، خد ال10 جنيه دي. اتفقنا؟ اتفقنا. وليك زيها لو جيت لقيتك برضه بتذاكر. مش قصدي فلوس يعني، بس ماشي. مش قصدك فلوس؟ طلع لأمك. يلا سلام.